بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة ان شاء الله. انا هعمل صينية الفراخ. انا رحت السوق كده لقيت فراخ الفرخة ب60 جنيه، بس جميلة قوي حلوة والله. جبت فرختين، يعني ما يجيش بحق نص كيلو لحمة، يعني ما يجيش نص كيلو، نص كيلو لحمة ب140. انا جبت فرختين ب160 يعني، ب120 و10 جنيه تنظيف، يعني 130 جنيه. ما يجوش حق نص كيلو، حق نص كيلو لحمة نقول. دلوقتي انا عامل صينية البطاطس بالجزر. انا دلوقتي خرطت 3 بصلات حلوين كده، حتت كبيرة، وحطيت عليها 4 طماطمات برضو طرنشات كده زي ما انتوا شايفين كده، وهرص البطاطس والجزر عليها. شايفين المنظر جميل ازاي؟ الجزر بالبطاطس بتخليها طعمها عسل. حطها في صينيه مرتفعه شويه، وهنا الفراخ اهي غسلاها ودعكاها بالملح دلوقتي اهو. مش هحط لها حاجه خالص غير كده، بس لما تقرب يستوي هحط لها الخلطه بتاعتها اهي زي ما انتوا شايفين. اهي شايفين جميله وكبيره اهي، فيها يجي كيلو وربع الفرخ. اللهم صل على النبي اهي. انا كده ايه اغطيها واحطها في الفرن. مش هعمل حاجه تانية غير ايه، لما تقرب تستوي خلاص هروح حطلها شويه زيت وشويه الخلطه بتاعتها، اوريها لكم ايه هي. ايه رايكم بقى في صينيه الفراخ بالجزر دي؟ بصوا الفراخ طالعه جميله ازاي اهي. والله العظيم الفرخه ب60 جنيه بتتباع تحت. شايفين؟ اللهم صل على النبي. فراخها زي العسل، كانت بيضه وجميله. بصوا لحمها، بصوا اللحم بتاعها ابيض وجميل ازاي. شايفين؟ عشان كنت نقعاها في ميه بملح بليمون. بصوا جمالها، وبصوا البطاطس. بصوا البطاطس شكلها مستويه وجميله ازاي، ولا الجزر. تاكلي بقى صينيه بطاطس بالجزر جميله قوي، هتعجبك قوي. ورحت عامله برام رز في الفرن بالمره، بشويه لبن صغيرين كانوا عندي، رحت عامله برام رز. شايفين جماله اهو؟ شايفين شكله؟ والله مفرفر. بصوا مفرفر ازاي. شايفين؟ يا دوبك شويه زيت وحته سمنه صغيره اهو، بيلمع اهو. شايفين جماله اهو؟ لسه بيدخن اهو. وادي صينية الفراخ اهي، جميلة جميلة. اعمليها كده ولا ريحتها وطعمها هيبقى عسل. اعمليها بنفس النظام ده هتعجبك قوي، وخفيفة ومش هتحطي طماطم. يا دوبك 4 طماطمات صغيرين كده طرنشات مع البصل، بس كتر البصل وفرشيه في القعر، وحط الطماطم فوقيه ودعكيهم بالملح والفلفل الاسمر وواحدتين مرقة دجاج. ومسكي الفراخ حطيها دوبك تكوني دعكاها بالملح والفلفل الاسمر، بس حاجة بسيطة، ورصيها. والاخر اعملي شوية الخلطة دي، معلقة صلصة حلوة كبيرة كده، مع شوية فلفل أسمر وشوية ملح، وتروحي مدوباهم مع بعض كده، وتروحي كباهم بشوية زيت وحتة سمنة، وتروحي رشاها عليهم وزقاها قبل ايه ما تطلعيها. وتفرجي بقى على أحلى صينية فراخ بالجزر بالبطاطس، هتعجبك قوي. والله طعمها جميل وريحتها حلوة قوي. يلا اعمليها وتهني يا حبيبتي. مع السلامة.